السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل. كما يقول الكتاب حاجة كده العشق الممنوع. أكلة تحفة بتدفي طبعا في الشتاء وجميلة جدا، أنا بموت فيها. زي ما انتوا شايفين عندي المكرونة جوسي كده، وكان طعمها خطير يا جماعة، ومعلقة السمنة البلدي اللي بتتحط فوق الوش دي بتنقلها في حتة تانية خالص. أتمنى إن هي بجد تعجبكم وتجربوها بنفس الطريقة دي. هنبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا. عندي لحمة مفرومة طبعا، أنا بحب اللحمة المفرومة. أديلها صدمة الأول تطلع الدهون بتاعتها، انتوا عارفين اللحمة المفرومة بيبقى فيها نسبة دهون عالية. أنا على فكرة بعمل يعني صينية مش كبيرة قوي، عشان كده ده تقريبا 8 كيلو، حوالي 125 جرام 150 جرام حاجة كده اللحمة. أنا كنت مبقياها من وصفة تانية، فببتدي ان انا اعصج اللحمه بتاعتي، بحط اللحمه تنزل دهونها، واقوم بشرب بصلايه كبيره كده محترمه، واحط عليها بقى البهارات، فلفل اسود، السبع بهارات، البهارات اللي انت بتحبيها مع اللحمه. انا بحب السبع بهارات والفلفل الاسود، بيخليها جميله جدا. بعد ما هي اللحمه اتعصجت بشيلها، وفي نفس المقلايه هنحاول ما نعملش دهون كتير مع المكرونة. في نفس المقلاية بشوح عندي بصلاية كبيرة مع معلقة، نص معلقة كبيرة توم مهروس. وعندي هنا الطماطم أنا مسبكاها وعيناها في الفريزر. طلعت الكيس ده حوالي نص كيلو مكرونة، نص كيلو طماطم مسبكة. وببتدي إن أنا أظبط الطماطم بتاعتي، أسبكها بالزيادة، زودتها رقروق مية عشان البصلة تستوي، وحطيت ورق لوري وملح ورشة السكر والفلفل الأسود، بسيبها تتسبك على نار هادية. هنا أنا عندي اللبن ده أنا جايباه دسم، جايباه من الفلاحين. لبن دسم، مش محتاج بقى ولا جبنة كريمي ولا محتاج كريمة ولا الكلام من ده، هو دسم. شايفين الدهون بتاعته دسم جدا. اللبن طبعا عندي مغلي من امبارح وسبته في التلاجة، وقلت اما اعمله النهارده. حطيت عندي رشة ملح، وحطيت عندي السبع بهارات بتخليها جميلة جدا. عايزة تحطي جوز الطيب حطي. ظبطي الملح بتاعك، وحطيت 4 معالق دقيق على شوية مية. وأنا بحب أعملها كده، بتبقى بشاميل على البارد، بيبقى طعمها جميل وخفيف. عملتها كده، وبعدين حطيت عندي البشاميل الدقيق وقلبته قلبته، خليكي ايدك فيه. اول لما يتقل معانا هنغطيه ونسيبه عشان ما يعملش طبق. طبعا انا سلقت المكرونه، سلقتها سلقه كويسه. وزي ما انتم شايفين حطيت الصلصه وحطيت البشاميل لمعلقتين كبار من البشاميل. هبتدي ان انا اخد معايا نص المكرونه اللي انا عاملاها، انا تقريبا عامله كيلو، إيه لا 3/4 كيلو مكرونه. هاخد نصهم، هحط بقى ايه اللحمه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين اللحمه المفرومه بتاعتي. كتري البصل، عندك اللحمه قليله كتري البصل. انا والدتي بقى بتبشر جزر، كوسه، بطاطس، هي بتحب تعملها لنا بالجزر والكوسه، يعني بتزودها يعني، وبتبقى جميله طعمها تحفه وما بيبانش. وبحط عندي بقيه المكرونه بتاعتي من الحله. طبعا سيبت شويه مكرونه، العيال بيحبوا ياكلوها كده عقبال ما دي تخلص. وجبت بقية البشاميل بتاعي، وببتدي ان انا افردها على المكرونة بتاعتي. قضت معايا الريتل اللبن بيقضي معاكي حوالي الصينية بتبقى متوسطة. ببتدي ان انا بالمعلقة كده احب ان انا اغرس كده البشاميل ينزل كده معاها ويبقى تحفة. كتر البشاميل بيبقى جميل مع المكرونة بالبشاميل، ودخلتها الفرن. قعدت حوالي نص ساعة كده، وشغلت عليها الشواية. يا جماعة تحفة، ومن فوق الوش كده هديها معلقة سمنة بلدي، حكاية هتنقلها لك في حتة تانية خالص خالص. زي ما انتوا شايفين هي سخنة جدا، أنا حاولت إن أنا أوريها لكم وهي سخنة، وبعدين سبتها تبرد شوية وقطعتها. أتمنى الوصفة تعجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.